يلا صلوا على سيدنا النبي كده. بدأنا احنا الحصة اللي فاتت اتكلمنا على الصعوبات اللي واجهت سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في طفولته وفي شبابه، وقلنا نتعلم من سيرة سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام انك مهما تقابل في صعوبات فانت مكمل، تقعدش تشكي حالك اي صعوبات بتواجهها. تعال بقى النهارده نكمل بعد نزول الوحي على سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام. تعال نشوف مراحل الدعوه الاسلاميه. احنا قلنا الوحي نزل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام هو في سن الكام؟ سن ال40. كان النبي فين؟ كان في مدينه ايه؟ مكه. النهارده بقى هنتكلم على مراحل الدعوه الاسلاميه. ببساطه جدا مراحل الدعوه الاسلاميه، انت لسه قايل ان الوحي نزل على سيدنا النبي وهو عنده 40 سنه، والنبي هيتوفى 63 سنه، يبقى الدعوه الاسلاميه 23 سنه. 23 سنه. هنقسم احنا ال 23 سنه الى جزئين. جزء في مكه وده هنسميه المرحله المكيه، وجزء في المدينه اللي هي يثرب وده هنسميه المرحله الايه؟ المدنيه. طيب هناخد في مكه 13 سنه وهناخد في المدينه 10 سنوات. الاجمالي على بعضه هتلاقيه كام سنه؟ 23 سنه. في مكه ايه اللي حصل يا استاذ؟ كلنا عارفين تعرض المسلمين والرسول عليه افضل الصلاه والسلام للايذاء والتعذيب. لكن بعد سيدنا النبي والمسلمين ما هيهاجروا الى المدينه هتبدا مرحله جديده اللي هي مرحله بناء وتاسيس الدوله الاسلاميه. يبقى مرت الدعوه الاسلاميه بمرحلتين: مرحله مكيه، مرحله مدنيه. 13 سنه و10 سنوات. طيب كل حديثنا في الدرس ده لحد ما يخلص عشان ما تتوهش مني، كل حديثنا فانا شغال في المرحله الايه؟ المكيه. كل ده احنا موجودين في مكه خلاص، وسواء مكه او يثرب فاحنا الاثنين بنتكلم على الحجاز، والاثنين في غرب الجزيره العربيه. في الغرب او في الوسط. خلاص؟ طيب يبقى كل كلامنا احنا في الحجاز. سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام هيتولد في مكه، هينزل عليه الوحي في مكه وهو عنده 40 سنه لحد ما يبقى عنده 53 سنه فهو في مكه. 13 سنه 13 سنه بعد البعثه في مكه. بعد كده هيهاجر الى الايه؟ الى المدينه لحد الوفاه 10 سنوات في المدينه. كل كلامي انا عن مرحله واحده، انا عن المرحله المكيه، عشان ما اجيش ادخل في الاحداث بعد كده فتفتكر ان احنا دخلنا في المرحله المدنيه. لا، احنا في المرحله المكيه. المرحله المكيه هنقسمها لجزئين. هنقسم المرحله المكيه الى جزئين يا استاذ. الجزء الاول بنسميه الدعوه السريه، والجزء الثاني اهو كل ده خلي بالك انا في المرحله المكيه، الدعوه الجهريه. طب احنا اتفقنا ان دول على بعض كام سنه؟ 13. هناخد منهم 3 سريه وهناخد منهم 10 جهريه. نبدا بالدعوه السريه. سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام بدا الدعوه سرا. ليه يا استاذ؟ لتجنب اذى ايه؟ قريش، خوفا من القضاء على الدعوه وهي لسه في المهد. احنا لسه في البدايه خالص، احنا لسه في بدايه الدعوه. خلاص؟
يبقى ممكن يقول لك العامل الأساسي لحماية الدعوة في البداية هو الكتمان والإيه؟ والسرية. طيب يا أستاذ، في هذه المرحلة سيدنا النبي بدأ بدعوة الأقربين. دعوة الإيه؟ الأقربين، زي زوجته، زي صديقه أبو بكر، زي ابن عمه علي بن أبي طالب من الصبية. خلاص، يبقى سيدنا النبي بدأ بدعوة الأقربين. فأنا ممكن هنا أقول إن يعني العصبية القبلية كانت مفيدة إلى حد ما. سيدنا النبي بدأ بدعوة مين؟ الأقربين. بدأ بدعوة إيه؟ الأقربين. طيب يا أستاذ، في نهاية هذه المرحلة النبي اختار دار الأرقم ابن أبي الأرقم لتكون مقر لتعلم مبادئ الدين الإسلامي. خلاص، يبقى ممكن أقول إن أول مدرسة في الإسلام هي دار الأرقم من أبي الإيه؟ الأرقم. طيب، في نهاية ال3 سنوات أصبح عدد المسلمين 60 مسلم. تعالى كده نشوف ال60 مسلم دول عبارة عن إيه؟ خلي بالك، لو طلعوا كلهم رجال يبقى الإسلام فيه عنصرية، ولو طلعوا كلهم من قريش فقط يبقى برضو الإسلام فيه عنصرية، ولو طلعوا كلهم عبيد وموالي يبقى دول دخلوا الإسلام عشان خاطر يتخلصوا من الفقر والذل. خلاص، فتعال نشوف كده ال60 واحد دول يا أستاذ كانوا عبارة عن إيه؟ هلاقي إن ما شاء الله 31 منهم من الوجهاء والسادة. طب الوجهاء والسادة محتاجين يدخلوا الإسلام علشان يزيدوا غنى؟ عشان يتغنوا، تخلصوا من فقر، تخلصوا من تعذيب؟ لا، هم مش محتاجين حاجة أصلا. يبقى هم دخلوا الإسلام بدافع دنيوي ولا دافع ديني؟ دافع ديني. طيب، وزي ما في 31 من الوجهاء والسادة، عند 14 من الموالي والعبيد، عشان ما حدش يقول لي أصل الإسلام كان للأغنياء فقط. معنى إن الموالي والعبيد يدخلوا الإسلام يبقى الإسلام بيهتم بحقوق الإنسان. طيب، ولما الاقي 3 من خارج قريش، ده معناه ان الاسلام ما عندوش يا استاذ عصبية، ولا الاسلام عنده نزعة عنصرية. 3 من خارج قريش. ولما الاقي 12 من النساء يبقى المرأة كان لها دور، وان الاسلام برضو ما عندوش عنصرية وعنده عدالة اجتماعية. يبقى الرسم البياني لل60 واحد اللي دخلوا الإسلام مهم جدا. العبيد دخلوا عشان ده دليل على اهتمام الإسلام بحقوق الإنسان، والأغنياء دخلوا بدافع ديني، حبا في الدين وليس دافع دنيوي. خلاص، و12 من النساء دليل على دور المرأة في بداية الدعوة، و3 من خارج قريش ان الإسلام للناس أجمعين وليس لقريش فقط. خلاص، يبقى أنا كده اتكلمت عن المرحلة الأولى في الدعوة الإسلامية. خلاص، اللي هي الدعوة السرية، اللي هي جزء من المرحلة المكية، اللي هي كام سنة؟ العامل الأساسي في حمايتها هو بدأ الرسول بدعوة الأقربين. وخليك فاكر دي كويس جدا عشان نحتاجها دلوقتي. اختار دار الأرقم نبي الأرقم لتكون أول مدرسة في الإسلام، يبقى كان لها دور ديني وثقافي، بيربي الصحابة وبيعلمهم القرآن. عدد اللي أسلموا في نهاية المرحلة 60، كانوا يمثلون جميع بطون فروع قريش وخيرة قومهم، وأكثرهم من الوجهاء. خلاص، يبقى دول دخلوا بدافع إيماني، يعني دافع ديني، وليس بدافع، لأنهم مش محتاجين من الدنيا حاجة.
14 من الموالي والعبيد، حقوق الإنسان. 3 من خارج قريش، الدين للجميع. 12 من النساء، مفيش عنصرية، دور المرأة. 31 من الوجهاء والسادة، حبا في الدين وليس هروبا من الذل. خلاص؟ بدافع دنيوي وليس بدافع ديني، وليس بدافع دنيوي. خلاص؟ طيب يا أستاذ، ادي الدعوة الايه؟ السرية. ادي الدعوة الايه؟ السرية. طيب خلاص كده أول 3 سنين خلصوا. بقية الدرس كله على بعضه مكمل في الدعوة الجهرية في ال10 سنين. لما أقول لك النبي هاجر للمدينة أقول لي خلاص شكرا، كده الدعوة الجهرية خلصت، كده المرحلة المكية خلصت. تعال نشوف يلا الدعوة الايه؟ الجهرية. طيب بعد 3 سنين من الدعوة السرية، وبعد أن قام النبي صلوات الله عليه، بعد أن قام النبي بتربية أصحابه، جاءه الأمر الإلهي. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصدع بما تؤمر. اصدع، اجهر، اعلن، اصدع يا محمد. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. اصدع بما تؤمر. تعال بقى نشوف ونتعلم من سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. لما يجي يعلن الدعوة وشوف الجمال وفن الحديث، يقوم سيدنا النبي يعمل ايه؟ هيبدأ الأول بدعوة الأقربين. وركز برضو، يبقى أنا كده عندي نقطة مشتركة ما بين السرية والجهرية، لأن هنا دعا الأول مين؟ دعا الأقربين أهو، أدي العامل المشترك، دعوة الأقربين. وهنا النبي برضو دعا بني عبد المطلب اللي هم برضو الأقربين. يبقى عندي ناتج مهم جدا، المشترك بين الدعوة السرية والدعوة الجهرية هي البدء بدعوة الأقارب. سجل وراء الحاجات دي. العامل المشترك، القاسم المشترك بين السرية والجهرية هي البدء بدعوة الأقارب. طيب صعد سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام على جبل الصفا وقال يا معشر قريش. شوف فن الحديث، هيشاهدهم على نفسهم الأول. يا معشر قريش، ما بالكم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذه الجبل تريد أن تغير عليكم؟ إيه رأيكم لو قلت لكم إن في خيل، في جيوش ورا الجبل ده جاية تهجم عليكم؟ أنتوا شايفين حاجة؟ لا، هم مش شايفين. أكنتم مصدقين؟ تصدقوني والله. هو احنا مش شايفين، بس طالما انت شايف فخلاص، فاحنا نعتبر شايفين. ليه؟ ما عاهدنا عليك الكذب قط. انت عمرك ما كذبت، ما عاهدنا عليك الكذب قط. وهنا تتعلم من سيدك المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام ان سمعتك اهم حاجة. اتعلم طرق التعامل مع الناس. هو احنا مش شايفين حاجة ورا الجبل، بس لو انت قلت لنا فاحنا هنكذب عينينا وهنصدقك. ما جربنا عليك الكذب قط. فقال فإني نذير لكم. طب أنا رسول ليكم، بين يدي عذاب أليم، جاي ينقذكم من عذاب. هم قالوا الأول ما جربنا عليك الكذب قط. فلما دخل بقى في الموضوع بجد، فرد عليه أبو لهب قال له تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا سائر اليوم؟ انت مجمعنا عشان تقول لنا كلام فاضي؟ يبقى هنا في حالة من التناقض. ازاي تقول عليا صادق امين ما جربنا عليك الكذب قط، واول ما اقول لك انا رسول من عند ربنا تقوم تكذبني؟ يبقى هنا في حالة من التناقض. في حالة من التناقض.
وبعدين موقف قريش من الرسول ده بيتناقض مع موقف قريش من موقف الحجر الأسود. الرسول صلى الله عليه وسلم هم أرادوا إن هو يحكم، يعني الناس اللي كانت معانا قبل كده الرسول هم ارتضوا بحكم الرسول لما قالوا إيه؟ هذا الأمين رضينا به حكما. والنهارده لما بدأ يدعوهم مش عاجبهم. خلاص؟ طب نكمل يا أستاذ. يبقى سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بدأ إن هو بقى إيه؟ يدعو كل الناس بعد الأقارب على اختلاف القبائل والبلدان، زي ما قلت لك كان في من قريش ومن خارج قريش، وتتبعهم في الأندية والمحافل والأسواق. ركز معايا، الأندية والمحافل الأماكن اللي بيتجمعوا فيها، الأماكن الاجتماعية اللي بيتجمعوا فيها، والأسواق اللي هي الأماكن التجارية. يبقى أنا ممكن أقول إن السوق مع ظهور الإسلام بقى ليه وظيفة جديدة. السوق كان ليه وظيفة طبعا تجارية زي ما أنتم عارفين، وكان ليه وظيفة ثقافية عشان التنافس بين الشعراء، ودلوقتي أصبح ليه وظيفة إيه؟ دينية. يبقى أنا ممكن أكتب هنا النبي استفاد من التجمعات الاجتماعية والتجمعات الإيه؟ الاقتصادية. طيب يا أستاذ، يبقى احنا اتفقنا كده بعد 3 سنين من الدعوة السرية جاءه الأمر بأن يظهر دينه، فبدأ يدعو مين؟ بني عبد المطلب اللي هم الأقربين، اللي هم الأقارب، ثم دعا إليها الناس على اختلاف القبائل وتتبعهم في الإيه؟ في الأندية والمحافل والأسواق. خلاص، يبقى احنا كده لو رجعنا للسبورة بتاعتنا يبقى احنا ما زلنا في الدعوة الإيه؟ الجهرية. يبقى الدعوة الجهرية برضه بدأت بدعوة مين يا أستاذ؟ الأقربين، ثم مختلف الناس، كل الناس. طب هيستفيد من ايه ومن ايه يا أستاذ؟ هيستفيد من الأسواق والأندية اللي زي النادي يعني يا جماعة، والمحافل، الأماكن اللي فيها ايه؟ تجمع سكاني، فيها ناس. خلاص؟ تعال بقى نشوف لكل فعل رد فعل. النبي أظهر الدعوة. تعال نشوف بقى ردة فعل قريش. ما موقف قريش؟ اوعى بس تنسى ان احنا دلوقتي بنتكلم عن دعوة جهرية في المرحلة المكية. خلاص؟ يعني احنا في رقم ب، في رقم ايه؟ 1. خلاص؟ رقم 1 اللي هي المرحلة الايه؟ المكية. احنا خدنا ألف السرية، ب الجهرية. تعال نشوف يلا كده موقف قريش من الدعوة الإسلامية. تعال نشوف كده يا أستاذ في البداية. ثم عندما جهر النبي بالدعوة، في البداية لم تهتم قريش، ما اهتمتش. يبقى قريش كده إيجابية ولا سلبية؟ سلبية. خلاص؟ بعيدا بقى عن ان ده حاجة حلوة بالنسبة لنا، بس لازم اوضح لك ان انت لو عندك مشكلة لازم تهتم بيها من البداية. هفترض ان الاسلام ده مشكلة لقريش، اي نعم هو هيبقى سبب عزتهم فيما بعد، احنا عارفين الكلام ده، بس انا بتكلم على ايه؟ تاريخيا على ارض الواقع. قريش عندها مشكلة اللي هو ظهور دين جديد بيهدد مصالحهم، فقريش لم تهتم بالمشكلة. يبقى أول حاجة، يبقى موقف قريش في البداية اتسم بالسلبية. وهنا في درس مستفاد ليك أنت، ضرورة عدم الهروب من المشكلة. اتعامل مع المشكلة بجدية. خلاص؟ واجه المشاكل. يبقى قريش أول حاجة لم تهتم بالدعوة، لم تهتم بالإيه؟ بالدعوة. طب ليه ما اهتمتش بالدعوة يا أمل؟ قال لك والله اعتبرتها مسألة داخلية. قال لك يا عم دي مسألة داخلية لبني عبد المطلب أو لبني هاشم، فمالناش احنا علاقة بيهم، يعني سيبهم هم مع نفسهم. وبعدين اكتفت بمقاومة عمه مين؟ أبو لهب. قال لك هنبقوا احنا وأبو لهب؟ كفاية عليه أبو لهب، الموضوع مش مستاهل.
خلاص؟ يبقى اتسم موقف قريش في بداية الدعوة بالسلبية. ايه اللي عرفك يا أستاذ؟ لم تهتم بالدعوة واعتبرتها مسألة داخلية، واكتفت فقط بمقاومة عمه أبو لهب. قال لك كفاية على أبو لهب. ولكن حينما جهر النبي بالدعوة، قريش مش هتسكت بقى، أعلنت معارضتها لهذا الدين الجديد، لهذا الدين الإسلامي، باستخدام عدة أساليب. قريش هتبدأ تواجه سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. قريش هتبدأ إن هي تحارب الدين الإسلامي. فتعال نشوف مع بعض يلا كده أساليب قريش لمواجهة الإسلام. قريش هتستخدم 4 أساليب، والأربعة ورا بعض. فده إن يدل على شيء يدل على إن الأسلوب الأول نجح ولا فشل. فعشان كده راحوا، فالتاني فشل راحوا، فالتالت فشل راحوا. فده يدل لك على قوة تحمل وصبر مين؟ الرسول والمسلمين، صح كده؟ طيب، يبقى أول حاجة يا أستاذ هناخد أول أسلوب، اللي هو يا أستاذ أسلوب الحرب النفسية، اللي هو يا أستاذ برضو إيه؟ اللي هو نشر الشائعات والأكاذيب. يبقى أول أسلوب عندنا اسمه إيه؟ ها؟ نشر الشائعات والأكاذيب. دي أنا بسميها الحرب الإيه؟ النفسية. أخطر حاجة يا جماعة تأذي أي حد هي سمعته.